الجزائر دولة الغاز والبترول كتغرق في أسبوع ديال الأمطار. حنا 7 سنين د الجفاف، ربي رزقنا في شهر د الشتاء ما كنعرفوش بعض الساعات واش كاين شتاء ولا ما كايناش. الجزائر أسبوع ديال الأمطار، دابا كينتشلوا الجثث ومخبعين على القنوات على السوشيال ميديا باش ميتفضحوش. الناس كيدابزو، كلشي كيغوت، شي ما جبرش الام ديالو، شي ما جبرش الاب، شي الاولاد ديالو ما جبروهمش. الناس ماتت، هما كينتشلوا الجثث مخبعين على الكاميرات ومخبعين حتى على الناس ديالهم. انا نزلتكم صوره اللي فيها الفوضى، الناس كتفتش للاحباء ديالها، هما ما باغيينش يعترفوا لهم حتى باللي هما ماتوا، وانتشلوا الجثث ديالهم وخبعوهم في النبيره في الثلاجه. واش الجزائر فيها الثلاجه؟ تاتينا كتضحك عليا. ما جابرينش حتى فين يسكنوا، ما يشربوا ما ياكلوا، تينا كتقول لها يعملوا لهم الاموات في الثلاجه. دابا هو اكرام الميت دفنه، حنا على هذا كنتكلموا. شو خليتوهم بالجوع بالعطش، ما كيغسلوا ما كيتوضاو ما كيصليو، لا ما لا عدس لا لوبيا لا هيبه في حليقه لا بروف، لا قيمه. هادشي هذا كامل نقدروا نتفاداوه، ولكن باش تنتشلوا الجثث ديال الناس والاحباء ديالهم كيفتشوا عليهم وانتم مخبعينهم، الجزائر ماشي زريبه هاد الدرجه هادي. هادشي هذا راه بزاف، وحنايا مفروض علينا اننا نفضحوكم. السلطات الجزائريه كتنتشل الجثث ديال الجزائريين مخبعين على عدسات الكاميرا باش ما يعرفوش لا الاحصاءات ولا شحال ماتوا ولا السبب اللي ماتوا به. علاش؟ مجرد اسبوع ديال الامطار الجزائر غرقت وماتوا الناس وما باغيش يصرحوا بهم. دائما الله الوطن الملك، وعاش الملك.